اول مباراه بعد كولر حصل ايه فيها؟ 15 دقيقه نموذجيه جماعيه وانضباط وتحركات وخفه في الحركه ومهاره وكل حاجه نفسنا فيها. وبعد ما تقدمنا هدفين في 15 دقيقه بس، كل المساوئ بتاعه الفريق بدات تظهر. اولها اللعب النفس وعدم الجماعيه والانانيه وحب الظهور ومحاوله اخذ اللقطه. كل ده علشان انا بدات اسيب الفرقه دي لعقلياتها وشخصياتها. الفريق ده لازم يفهم ان هو بيلعب في النادي الاهلي، وفي النادي الاهلي الفريق هو النجم، ما عندناش نجم. مهما كان اسمك وادائك وموهبتك هتتحط تحت الرجلين الا لو كنت بتأدي المطلوب منك وراجل في الملعب من اول صفارة الحكم لحد صفارة الحكم. يعني ايه انا ببقى قاعد كجمهور النادي الاهلي مستني يخش فيا جول في اخر 5 6 دقايق؟ الكلام ده عمره ما كان بيحصل. ما كانش بيحصل مش علشان الناس دي احسن منكم، عشان الناس دي كانت عندها مسؤولية وبتركز لغاية صفارة الحكم. الكلام ده اهم من اي شيء فني ممكن نقوله. كابتن محمد يوسف، كابتن محمد شوقي، كابتن عماد النحاس، محدش بيشكك في اي قدرات فنيه او اداريه عندكم، ولكن احنا محتاجين منكم جنب القدرات الفنيه والاداريه الناس دي لازم تتعاملوا معاهم نفس المعد النفسي للفريق ده. لازم يشتغل اكتر من كده. كابتن احمد ابو الوفا او دكتور احمد ابو الوفا انا اثق فيه بشكل شخصي، ولكن الفريق مش محتاج احمد ابو الوفا بس، محتاج فريق عمل معاه، لان اللي بيحصل ده بيضيع هويه النادي الاهلي. هو ده بقى اللي بيضيع هويه النادي الاهلي بجد، مش كولر. كولر ضيع هويتك فنيا وده ممكن استعادته بسهوله، لكن ضياع هويتك انك بتلعب لغايه صفاره الحكم هي دي اللي لو ضاعت منك مش هتعرف تستعيدها بسهوله. لازم العمل على استعاده النقطه دي بشكل عاجل جدا علشان تقدر ترجع تبقى النادي الاهلي. لكن كده زيك زي اي حد، اي فريق ممكن يتغلب وممكن يتعادل طالما لعبته ورمت الفوطه تعالت على الماتشات وتعالت على الفرق المنافسه. النادي الاهلي غير وبيحتاج عقليات غير. لو سمحتم اشتغلوا على اعاده الناس دي لطريقهم وطريق النادي الاهلي، غير كده احنا بنفقد كتير جدا من هويتنا.